جايه لكم بحللي وبطاساتي علشان اقول لكم تجربتي مع الجرانيت، ايه الحلو وايه الوحش. يلا بينا. خلونا نبتدي من الاسوأ معايا. هو نوع تركي اسمه كيمري، ومحفور عليه يا جماعه، مش تقليد ولا حاجه، ومحفور عليه الاسم ومحفور عليه ان هو تركي، بس للاسف زي ما انتم شايفين كده خفيف، وكمان اتقشر خالص خالص زي ما انتم شايفين كده. رغم ان انا بحافظ على الحاجه يعني، بس النوع ده مش حلو خالص. لو لقيتوه في اي مكان ما تجيبوهوش. خلونا ندخل على النوع اللي بعد كده معايا طقم الحلل الجرانيت بتاع ماستر. خلوني اوريهولكم واحده واحده. تعالوا دلوقتي نشوف شكل الحلل عامل ازاي. الحلل دي مقاس 16 ومقاس 20. مستخدماهم متاخر قوي، ما بستخدمهمش كتير كمان علشان دولت يعني حجمهم صغير فما بحتاجهمش كتير. كنت بعمل فيهم الاكل بتاع بنتي، وطبعا بستخدم معاهم معالق السيليكون، مش بستخدم اي معدن او حتى خشب مش بستخدمه معاهم. ولكن للاسف زي ما حضراتكم شايفين كده بقوا بايظين خالص. ومش عارفه دوت يا جماعه اللي هو الويفي تقريبا، مش عارفه مش فاكره يعني. هو دوت شكله كده الويفي يعني، لان في فلاور وفي ويفي، فدوت تقريبا الويفي. خلوني اوريكم دلوقتي المقاس الاكبر بقى عامل ازاي. دي كنت دايما بستخدمها للرز، شايفين شكلها نقرت، ومن هنا كمان شايفين ده. طب يعني انا لو بستخدم من تحت معلقه خشب او معدن، طب هنا ده يتجرح ليه؟ وطبعا هو خفيف مش تقيل يعني، ف ما انصحش حد بيه. او يعني هقول لكم ايه، لو حد جابه خلاص فحاولوا قدر الامكان ان انتوا ما تدخلوهوش بقى غسالة الاطباق. حافظوا عليه، اغسلوه بسبونج ناعم قوي. بلاش حتى اللي هو بتاع التيفال دوت، لا اغسلوه باللي هو السبونج بس، ما يكونش فيه اي طبقة تجرح اي حاجة. وده شكل الجريل يا جماعة. للأسف برضو الحاجة بتلزق فيه جدا، وحش 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 يعني. انا مش عارفه هما مسمينه نون ستيك ليه، ما فيهوش اي نون ستيك خالص يعني. هو الحاجه بتلزق يعني، بتلزق بمعنى بتلزق كانك بتعمل او بتستخدمي حاجه الومنيوم، مش تيفال ولا جرانيت ولا اي حاجه من اللي هي الحاجات النون ستيك. ده شكل الجريل. ومعايا دلوقتي انا جربت حاجه واحده بس من نوفال، وهي الصينيه دي كويسه جدا، الحاجه مش بتلزق فيها برضو. بحب اعمل فيها رز معمر قوي. مش بيلزق خالص، وتسويتها ممتازه. بس ما جربتش منهم حاجه تاني بصراحه، بس تجربتي مع دي كانت كويسه جدا. بعد كده هندخل على الطاسه دي. انا جايبه منها الطاسه وجايبه منها الوok. دي نوع اسمه بابيلا، تركي برضو بس حلو جدا. دي بصراحة عايشة معايا بقالها سنين، مش فاكرة بصراحة، جايبها من 6 سنين او 7 سنين حاجة كده. كويسة جدا. هي مؤخرا بدأت ان هي تلزق طبعا، بس على خفيف يعني، مش اللي هي تلزق يعني. عايزة مادة دهنية كويسة فيها علشان خاطر الحاجة ما تلزقش. فلو قدامكم النوع دوت وحابين تجيبوه ما فيش مشكلة خالص، هو كويس وهيعيش معاكم. مشكلته ان الطاسات او الوok ملهمش غطا. هتضطروا ان انتوا مثلا تجيبوا الطقم كامل. ومشكلته برضو ان الغطا بتاعه بايركس بس، حتى ما فيهوش جوان سيليكون ولا اي حاجة يعني. لا قدر الله لو الغطا وقع خلاص شكرا اتكسر. وتعالوا بقى نشوف الطاجن ده. طاجن ممتاز، وده النوع بتاعه اسمه بلو لاين، اظن واضح. حلو قوي. مشكلتي معاه برضو ان هو ملهوش غطا يعني، كنت افضل ان هو يبقى له غطا لان هو مربع ومش اي غطا هيجي عليه. فهو لو قدامكم النوع دوت هو تقيل وحلو، بس لو تقدروا ان انتوا تجيبوه بغطاء يبقى افضل. حلو مش بيلزق وجميل جدا في التسوية، وسواء على البوتاجاز من فوق او في الفرن. ونيجي بقى لتجربتي الاخيرة مع كوكين عبود. انا جايباهم بقالي تقريبا 3 شهور او ازيد شوية. طلبتهم من البيج الرسمية بتاعتهم على الفيسبوك. دي كاست
ودي العادية. الاتنين في الاستخدام مش فارقين قوي يعني عن بعض، مش بيلزقوا خالص خالص، بصراحة ممتازين. وليا تجربة معاهم كده لو تحبوا احكي لكم اللي حصل، لان انا رجعتهم، رجعت الحلة والطاسة كذا مرة يعني. وفي النهاية برضو الحاجة ممتازة من وجهة نظري. ان الفرق الوحيد اللي ما بينهم ان السمك والتقل بتاع الحلة غير السمك والتقل بتاع الطاسة، يعني اعتقد واضح. لكن زي ما قلت لكم الاتنين الاستخدام حلو جدا. الحاجة مش بتلزق نهائي حتى لو مش مستخدمين مادة دهنية ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة. فالتجربة بتاعتهم ممتازة، وهبقى احكي لكم في فيديو تاني اللي حصل معايا وليه رجعتهم اكتر من مرة. وده الغطا بتاعهم، بيجي الحلة والطاسة نفس الغطا، يعني ان الاتنين ليهم غطا بايركس بالجوان بقى اللي هو السيليكون دوت، بحيث ان هو يقفل كويس، وحتى لو وقع مش بيكون يعني الجوان ده بيحمي شوية، مش زي لما يكون الغطا كله بايركس. ودي كانت تجربتي مع الحلل والطاسات الجرانيت يعني في الفئة المتوسطة. فانصحكم جدا ان انتوا لو حابين تشتروا او تجددوا، سواء انت عروسة او ست بيت وحابة تجددي طاساتك وحلالك، ان انت تشتري كوكين عبود بسعر كويس جدا، يعني قيمة مقابل سعر. وبس كده، ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في حلقة النهاردة، وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد على خير.